هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ريفيو النهارده عن ماء مسلر، فتابعوا الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا علامه الجرس عشان يجيلكم اشعار ان نزلت فيديو جديد. يلا بينا نشوف فيديو. فيديو النهارده يا بنات عن ماء مسلر بتاع درماتيك، اللي هو ده. طبعا زي ما انتم شايفين انا مستخدمه منه حبه كويسين يعني. هو المفروض ان في الدعايه بتاعته وجايبين بلوجرز كتير بيقولوا ان هو بيشيل الميك اب وبيشيل الميك اب الووتر بروف، وان هو احسن ماء مسلر. وتمام، هنجرب وهنشوف اذا كان فعلا كلام صح ولا كلام دعايه. هو مكتوب عليه ان هو بيزيل المكياج ويرطب ويلطف. طبعا وهو كمان مخصص ممكن كمان للبشره الحساسه، لانه ما فيهوش البرابين اللي بيهيج البشره. ينظف العين بلطف، وان هو بيزيل المكياج ومش محتاجه ان انت تشطفي وشك بعدها. بس انا مثلا ما بحبش ان انا احط ماء مسلر كده واكون انا حاسه ان كان في على وشي مثلا فاونديشن او حاجه وما اغسلوش. انا بالنسبه لي ما بقتنعش ان ماء مسلر بس كده. لازم احس ان حتى انا بستخدم لما اكون حاطه ميك اب اللي هو اي غسول بيبقى فيه سكراب بسيط عشان احس ان ينظف البورز او البشره كويس يعني. دلوقتي انا كنت انا عامله ريفيو عن الماسكرا اللي هي بتاعه شجلام، اللي هي دي. انا عايزه اقول لكم يا بنات، انا فعلا قعدت بيها يعني 3 ايام بحاول اشيل في الماسكرا. مفيش. بتوضى، انا بحاول اشيلها عشان اعرف اتوضى. انا حاسه ان الوضوء مش هينفع بيها يعني، فكنت عماله احاول اشيل فيها. طبعا انا استخدمت مزيل ميك اب كان اللي هو كريمي شويه. بصي، هي ثابته جدا. انت ممكن تستخدموها في ايام اللي هي مثلا مش هينفع فيها تصلي مثلا. ممكن تستخدميها في وانت نازله البحر. اكيد هو الشجلام منزله اصلا ماسكارا للماسكارا اللي هي بتشيل الحاجات الووتر بروف. فانا هجربها لان هما في الدعايه بتاعه درماتيك قالوا ان هي بتشيل الميك اب الووتر بروف، ودي ووتر بروف صرف يعني. فتعالوا هنحطها يعني. انا هعاني بعد كده وانا بشيلها، بس هوريكم. حتى انا عامله مش كوش واحده بس يعني، مش عامله طبقه واحده بس، لا انا عملت كذا حاجه اهي كذا مره. هسيبها بقى تاخد وضعها وتنشف كويس على الرموش عشان اشوف الافكت بتاعها لما باجي استخدم الماء مسلر. هنشوف هيعمل ايه. انا طبعا هنا الرموش خلاص نشفت خالص اهي مكان الماسكارا بتاعت شجلام دي. هنجرب بقى الماء مسلر بتاعها، هنشوف ايه الدنيا. هنا يا بنات انا بصوا شلت الماسكارا فعلا. بس هي شالت ثانيه، هي شالت الماسكارا فعلا، بس لسه في بواقي فيها يعني. بصوا هنا تحسي ان وبعدين تحس ان يعني محتاجه شويه اللي هو تقعدي مثلا مره واثنين وثلاثه. بس هو كان ان هو يشيل الووتر بروف، لا هو شال الماسكارا فعلا. حتى نظف محيط العين كويس جدا. كنت انا حاطه كحل برضو، لا هو لما انا حتى بصوا اتشال. بس هو شايل الماسكارا بس. طبعا شايل يعني. بصوا يا بنات لو قربتوا شويه هتلاقوا شعر يعني رموشي. بصوا ده شعر رموشي اهي، ده رموش. فالماسكارا الووتر بروف انا ما بحبهاش عشان كده. وفعلا وانا هناك انا كان عندي يعني انا لما جيت شلتها في البيت ما كانش عندي اللي هو الدرماتيك. هنا كان الدرماتيك ده كان الماء مسلر ده كان هنا، ما كانش كان في الاستوديو، ما كانش في البيت عندي. فعلا عانيت على ما شلتها يعني. قعدت يوم ولا 2 ما كانش ما جاش في بالي خالص ان انا ممكن المشكله في الماء المسلر. بصوا بتشيل الرموش معاكي يعني. الماسكارا وانت بتزيلي هتشيل معاكي الرموش. اي ووتر بروف كده، مش هي الماسكارا بتاعت شجلام بس، اي حاجه ووتر بروف هتشيل معاكي شويه من الرموش. لو انت كمان رموشك ضعيفه او رموشك خفيفه فحرام يعني.
بالنسبه هنرجع تاني بقى لرايي في الماء المسلر. هو حلو، بيشيل فعلا المنتج، بس بياخد كميه على ما تعرفي تشيلي، مش بسهوله بتشيليها، لا بتاخدي يعني لازم مره واتنين وكده. ممكن يكون عشان برضو ما بقاش يعني مش فير، يعني ممكن عشان خاطر ان المنتج ووتر بروف، بس هو شال الكحل بسهوله، شال الكونسيلر اللي كان هنا بسهوله جدا. اما جربتوا، تعالوا نجربوا مثلا كمان على الروج مثلا او والرسم الحواجب. انا حاطه هنا الجيل بتاع انستازيا، فتعالوا نشوف شكل وانا بشيل الروج. والروج هنا مط، المفروض هو ثابت خالص، بصوا. فهنشوف بصوا، انا بحط شويه يعني بحس ان انا لازم اغرق البتاع كويس. دي الاولى، شايل الروج اهو، شايل الروج. تعالوا بقى نشوف هنشيل البتاع برضو، الحواجب. هنحط تاني انا كنت قصدي ان انا اتقل حواجبي كمان شويه عشان يبان اكتر اهو. بصوا ده كده انا شلت كله اللي فيه، شلت كل الميك اب اللي هنا. ده الجزء اللي كان فيه اي حاجه. هنا بس كان فيه حواجب، انا مكنتش حاطه هنا حاجه. هنا كده شلت كل حاجه بس. وبكده يكون ده كان الريفيو النهارده، ورب يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على الجرس عشان يجيلكوا اشعار ان نزلت فيديو جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.